السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من توازن الأطفال من وعي الوالدين. أنا نرجس المذنب، واليوم غادي نهضروا على دور الرياضة في حياة ولادنا. الرياضة ماشي غير حركة، ولكن مدرسة كتعلمهم بزاف. علاش الرياضة مفيدة؟ كتعاون الولد يفرغ الطاقة ديالو في حاجة بناءة، كتعلم الانضباط، احترام القوانين والتعامل مع الفريق، وحتى من الجانب النفسي كتخفف الضغط وكتقوي الثقة بالنفس. كيف ندفعوا ولادنا الرياضة؟ نخليو ليهم الحرية، الولد يختار اللي كيبغي، كرة، سباحة، كاراتيه الى غير ذلك. نشجعوهم فعلا. الا نقدروا نخصصوا وقت نمشيو نتفرجوا في التدريب او المباريات. ندخلوا الرياضة في الحياة العائلية، نديروا خروجات بالدراجة او مشي او لعبة جماعية. مثال، سجلي بنتك في فريق كرة سلة، غير غادي تقوي لياقتها وتعرف ناس جداد وتتعلم تحمل الربح والخسارة بروح رياضية. الرياضة كتعلم الولد بزاف د الحوايج اللي غيحتاجهم طول حياته. شكرا بزاف على المتابعة، ونشوفكم قريبا. توازن الأطفال من وعي الوالدين.